السلام عليكم. الزمالك لو دخل الموسم الجاي بدون اي صفقات على الاطلاق برضه هنبقى منافسين على كل الالقاب. تقول لي ازاي؟ اقول لك ان شاء الله بمشيئة الرحمن، مع وجود راجل اسمه اوسيريو. انا واثق جدا في الراجل ده، واللي مخليني واثق اكتر فيه اكتر من حاجه، هو عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه وعنده رغبه ان هو يخوض التجربه مع نادي الزمالك اللي متدمر واللي ما فيهوش صفقات واللي عنده ايقاف قيد واللي راتبه اتاخر شهر واثنين وثلاثه وفضل موجود، واللي طلب صفقات وما جاتش على الاطلاق وما زال موجود في الزمالك. الراجل ده ان شاء الله هيعمل من الفسيخ شربات في نادي الزمالك. يظل مستر اوسيريو راجل عظيم وجمهور الزمالك الاعظم في التاريخ. عموما انا ان شاء الله باذن الله عندي يقين في الله ان مستر اوسيريو العام القادم هنشوف معاه زمالك جديد. معاه بس محتاجين ان هو معسكر مغلق ويقفل على اللعيبه. اوسيريو عارف كل اللعيبه الموجوده في الزمالك وبيشيد بكل اللعيبه سبحان الله. انا بالنسبه لي انا شخصيا في لعيبه كتير في الزمالك لا تصلح، ولكن مع رحيل الراجل اللي كلنا متفقين عليه في مصر، جمهور الكره في مصر عموما، مع رحيل الراجل ده عن الزمالك عموما وعن مجال الرياضه في مصر، خلاص لازما احنا دلوقتي ندعم كل لعيبه نادي الزمالك العظيم. ايشو هو الوصف الدقيق للموهوب في مصر. ايشو السنه الجايه مع ايقاف القيد وازمه القيد ان شاء الله هياخد ماتشات اكتر ويلعب اكتر ويظهر وبيبقى من رجاله اوسيريو بمشيئه الرحمن. عبد الله جمعه باك شمال محترم، باك شمال محترم سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. عبد الله جمعه محتاج يشتغل على نفسه اكتر من كده. احمد زكي مدافع ايسر وبيلعب برجله الشمال ولا اروع، واوسيريو هيحتاجه في بناء اللعب وتكتيك اللعب، محتاج الراجل اللي يبدا من الخلف. مش كده كمان وبس، اشاد بيه وطلب عدم اعارته نهائيا. عموما محمود علاء مع رجوعه ومع عوده الثقه بمشيئه الرحمن، ومحمود حمد الونش الراجل العظيم دفاع الزمالك في امان. دونجا فنش الموسم اللي فات ولا اروع، لو بدا بنفس اللي فنش بيه ان شاء الله يكون من رجاله اوسيريو. الولاء والانتماء محدش بيشتريهم على الاطلاق. احمد السيد زيزو واحمد فتوح اثبتوا ولهم وانتمائهم لكيان نادي الزمالك العظيم. شابوه ليكم انتوا الاثنين والله العظيم. مستر اوسيريو معك، نتمسك بالامل.